عن نفسي بفضل الجيم بيشد الجسم، بيبني عضلات، خصوصا بعد لما تخسي فترات طويله بتبقي محتاجه ان انت تشدي جسمك لان بيحصل ترهلات. الحرق في الجيم بيبقى عالي قوي، بيوصل من 300 ل 600 سعر حراري في المره الواحده لما بتلعبي تمارين مقاومه مع كارديو. عايزه جسم مشدود، عايزه وقت كمان تلتزمي فيه، لازم تدي نفسك وقت تلتزمي فيه، وده عيب صغير موجود في الجيم بس ممكن نتكيف عليه. بنضيع وقت كتير قوي على الموبايلات، طب انا ضيعه على صحتي في الجيم. يعني كمان لو عايزه نتيجه سريعه، الجيم ممتاز ان هو يديكي نتيجه سريعه. حافظوا على صحتكم، بجد الموضوع يستاهل. كتير فاكرين ان زيادة الوزن بتحصل بالاكل بس الحقيقة ان زيادة الوزن بتحصل ان انتي بتغفلي عن الرياضة ليها دور مهم جدا جدا جدا. لازم كل يوم تنزلي وتمشي نص ساعة، او حتى تروحي الجيم وتتمرني اقل حاجة ساعة يوم او 3 ايام في الاسبوع. قوليلي بتحبي المشي ولا الرياضة، وهقولك برضو الفرق بينهم في الفيديو. تابعيني وهتشوفي تفاصيل كتير قوي في الفيديو، ولو حابة احسب لك سعراتك قوليلي في الكومنتس وانا هحسبها لك بالظبط. ازاي اي حد حتى لو مبتدئ يقدر يحرق دهون بالرياضه؟ امشي كل يوم على الاقل 10 دقايق، ابدأي ب10 دقايق، خليهم بعد كده تاني اسبوع 20 دقيقة، بعد كده 30 دقيقة. اي حد حتى لو مبتدئ يقدر ان هو يحرق. المشي هيساعد على ان هو هيقوي عضلة القلب عندك. مهم جدا ان انتي تمشي كل يوم لحد ما توصلي لساعة كل يوم عشان صحتك، عشان حرقك. واوعي تغلطي الغلطات ديت في الرجيم بتاعك. اوعي تاكلي اكل كتير بعد ما تنزلي تمشي وتبوظي كل اللي انتي عملتيه. اوعي تنامي نوم مش جيد، لازم تنامي من 6 ل 8 ساعات كل يوم. اوعي تبطلي شرب ميه، لازم تشربي وانتي نازله وفي ايدك وبتمشي. لازم يكون في ايدك ازازه الميه، لازم تكملي 2 لتر ونص كل يوم. قوليلي عايزين احسب لك قد ايه كميه الميه اللي بتشربيها. هقولك ببساطه، بتضربي الوزن في 35 وبتحسبي كميه الميه بتاعتك. لو مش عارفه ابعتيلي في الكومنتس، انا عايزه اعرف قد ايه اشرب ميه في اليوم يا دكتور. المشي كل يوم مش بس بيخسسك، ده بيحسن من صحتك النفسية، بيخليكي تقللي الكورتيزول في الجسم وتزودي الحرق في الجسم، وبتخسي على الميزان بسهولة. كمان النوم الجيد كل يوم من 6 ل 8 ساعات بالليل. كمان تعملي معاهم صيام متقطع، تصومي قبل ما تنامي ساعتين وبعد ما تصحي ساعتين وتنامي 8 ساعات. كده هتسمحي للجسم ان هو يحرق معاكي دهون كتير قوي، وهتنزلي على الميزان اكيد. قوليلي عايزاني احسب لك السعرات وزنك كام كيلو علشان احسب لك الوجبات بالتفصيل. ازاي اي حد حتى لو مبتدئ يقدر يحرق دهون بالرياضه؟ امشي كل يوم على الاقل 10 دقايق، ابدأي ب10 دقايق، خليهم بعد كده تاني اسبوع 20 دقيقة، بعد كده 30 دقيقة. اي حد حتى لو مبتدئ يقدر ان هو يحرق. المشي هيساعد على ان هو هيقوي عضلة القلب عندك. مهم جدا ان انتي تمشي كل يوم لحد ما توصلي لساعة كل يوم عشان صحتك، عشان حرقك. واوعي تغلطي الغلطات ديت في الرجيم بتاعك. اوعي تاكلي اكل كتير بعد ما تنزلي تمشي وتبوظي كل اللي انتي عملتيه. اوعي تنامي نوم مش جيد، لازم تنامي من 6 ل 8 ساعات كل يوم. اوعي تبطلي شرب ميه، لازم تشربي وانتي نازله وفي ايدك وبتمشي. لازم يكون في ايدك ازازه الميه، لازم تكملي 2 لتر ونص كل يوم. قوليلي عايزين احسب لك قد ايه كميه الميه اللي بتشربيها. هقولك ببساطه، بتضربي الوزن في 35 وبتحسبي كميه الميه بتاعتك. لو مش عارفه ابعتيلي في الكومنتس، انا عايزه اعرف قد ايه اشرب ميه في اليوم يا دكتور. شويه تريكات بسيطه كده هقولك عليها وانتي بتعملي الرياضه بتاعتك اليوميه اللي هتخليكي تخسي وانتي بتعملي النظام. هتفرق معاكي جدا في نزول الوزن، هتخلي الميزان ينزل معاكي صاروخ. اول حاجه تعمليها ان انت لازم تشربي ميه كويس قوي. تاني حاجه لازم النوم الجيد قوي. تالت حاجه لازم تعملي تمرين، 3 تمرينات بسيطه كده هنعملها في البيت من غير اي مجهود ومن غير اي فلوس. 10 سكوات، 10 بلانك، 10 جري في المكان، وتكرريهم تاني وتعمليهم بالراحه. هتاخدي 20 دقيقه، بعد 20 دقيقه هتبداي حرق الدهون. قوليلي حرقتي قد ايه ولعبتي قد ايه علشان تنزلي على الميزان.
المشي رياضة سهلة جدا، لو انت استخدمتيها في يومك مش هتاخد منك لا مجهود ولا تكاليف، ولا هتفرق حتى في ان هي هتعطلك. يعني نص ساعة مش ازمة في يومك، عشان صحتك وعشان شكلك وعشان نفسيتك وعشان تنزلي في الميزان كمان.